السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله في مطبخ نوجة. ده الفسيخ بصراحة كنت عاملاه، بس انا ما نزلتش الطريقة بتاعته، انا عملته معاكم كام مرة بصراحة وجربت الطريقة ديت، فقلت لازم اقول لكم عليها. بجد طريقتها حلوة جدا جدا، وبلاش اكياس كتير بقى وباللف اللي احنا كنا بنعمله على طول ده. فبصراحة انا جربته كده من غير اكياس ومن غير الطريقة المعتادة اللي انا دايما بعملها معاكم. هقول لكم على الطريقة، بس يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. بس لو اول مرة تشوفوا القناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا ده الفسيخ ده انا كنت جايباه في اول اسبوع من رمضان، يعني ممكن رابع يوم رمضان او خامس يوم رمضان كده. فانا بصراحه بقى، او انتوا عارفين شغل رمضان بيبقى الواحد بقى مشغول، فبصراحه انا كسلت بقى اعمل بقى الاكياس كتير، فقلت لازم اعمله في علبه زي الفسخاني. الفسخاني بيحطه في برميل وبعد كده بيرش عليه الملح وبقى بيغطيه تغطيه كويسه، فمش هيعمل زينا بقى كل فسيخايه بقى يقعد يلفها في الكاس وكده. فانا بصراحه عملت زيه، جبت العلبه دي وجبت بسم الله ما شاء الله 3 كيلو فسيخ، وقلت لازم املحه بالطريقه بتاعه الفسخاني بالظبط. فهوريهولكوا. طبعا انا مملحاه من 5 يوم العيد، انا دلوقتي بفتح عليه يوم العيد بالظبط، فقلت لازم اصوره لكم واقول لكم بقى ايه، واوريكم الجمال بتاعه. يلا بقى بينا نسمي الله ونشوف الفسيخ بتاعنا يبقى شكله ايه. اول حاجه طبعا انا لفاه باستريتش. بص شايفين طبقات الاستريتش دي؟ طبقات كتير جدا جدا، يجي 5 6 طبقات، بحيث ان الهواء ما يدخلهوش خالص. وغير كمان ما انا عامله باستريتش كمان من تحت الغطا، يعني لاحظوا كده انا عامله باستريتش من فوق الغطا لفه كام طبقه. شايفين ما شاء الله الطبقات كتيره ازاي؟ هنشيل بقى الغطا وفي طبقات تانية زي ما انتم شايفينها كده. وكل فترة يعني انا عملته كده زي ما انا بوريهولكوا كده، وكل فترة بجيب العلبة واقعد اهز فيها بحيث ان اخلي الملح ايه، يعني المية بتاعت الفسيخ اللي بتنزل منه توصل للفسيخ كله، بحيث ان هو كله ياخد لون واحد وسوى واحد. هنشيل بقى الاسترتش اللي على الوش ده، طبعا دي الطبقة التانية. وهخلي بقى اللي على العلبة من بره عشان لو فيها مية نازلة عليها كده متنزلش وتبهدل الدنيا. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ طبعا دول 3 كيلو فسيخ، كان الكيلو عامل 3 فسيخات. وطبعا كل ما بتجيب الفسيخ اكبر يعني، او تجيب السمك اكبر، ده سمك بوري طبعا زي ما انا قايله لكم قبل كده، ده سمك بوري. دول 3 سمكات كيلو، فانا كنت جايبه 3 كيلو حوالي 10 سمكات. فانا بصراحه ما كنتش مرتبه لها، انا لقيت الراجل بينده عليا وبصراحه اشتريته منه، بس بصراحه كان طازه وجميل قوي. وزي ما انتوا شايفين، وشايفين الميه بتاعته طازه ازاي، ولونه واخد اللون المصفر كمان. بسم الله ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم الريحه، بصراحه الريحه قلبت الدنيا كلها. شايفين بسم الله ما شاء الله لونه عامل ازاي؟ هطلعه بقى في حاجه كده وهوريكم بقى الفسيخ كله عشان برضو تعملوه وانتم مطمنين. طبعا الاسترتش ده بيمنع دخول الهواء للعلبه خالص، وده طبعا من اهم حاجه في الفسيخ. يعني المراحل الناجحه للفسيخ ان انت تعملي الفسيخ تكوني يعني كدمه ما تخليش الهواء يدخل له خالص. فانا قلت بقى الاسترتش ده اكيد مش هيدخله بقى هوا ولا يدخل اي حاجه. فانا بصراحه عملته زي الفسخاني بالظبط، وزي ما انتم شايفين بجد طريقته ناجحه 100%. انا كنت الاول بقى بجيب الفسيخ واقعد الف في ورق استريتش وفي اكياس كتير كتير وخليه كده. ممكن هنزل لكم رابط برضو طريقه عمل الفسيخ، هنزل لكم، انا عملت برضو فيديوهين قبل كده بسم الله ما شاء الله، بجد بجد برضو كانت طريقته ناجحه جدا. فالمره دي هي الطريقه مختلفه شويه، بس هي بتجيبي طبعا الفسيخ بتعملوا المساج الاول، وطبعا بتجيبي ملح خشن وبتجيبي كركم وبتجيبي شويه شطه وتحطي بقى في النخشوش. طبعا انا عملته كله كده وحطيته في العلبه، رشيت شويه ملح الاول في العلبه من تحت، وبعد كده حطيت عكس عكاس، يعني كل واحده مديه للتانية، يعني واحده براسها يمين واحده اديلها شمال كده يعني. مش عارفه اقولها لكم ازاي. كده خلاص الفسيخ بتاعنا بقى ننضفه ونشوف بقى الحلاوه بتاعته بقى كده بنضفه. بسم الله ما شاء الله بجد والله مش عايزه اقول لكم، بجد ريحته حلوه جدا، فسيخ ابن ناس. كده هفتح بقى البطن بتاعته هوريكم بقى السمكيه مستويه ازاي. طبعا الراس بنتخلص منها. طبعا بقى الفسيخ بتاعي مش كبير قوي، ده 3 كيلو، يعني الكيلو عامل 3 فسيخات. هشيل بقى البطن كده وهنضفه بقى وهوريكم اللحم بتاعه. كده هاخدها بقى تحت الحنفيه واشطفها وهوريكم بقى من جوه عامل ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله، بجد والله مش عايزه اقول لكم طريقته ناجحه جدا جدا. ان شاء الله اعملوا الطريقه دي سهله جدا، ولا تقعدي بقى تلفي في اكياس كتير ولا في استرتشات ولا ورق فويل ولا الكلام ده كله، هي في علبه ولف بقى من بره بورق الاسترتش.
وحطيها بقى في اي مكان هيمنع الريحه، مش هيطلع ريحه تماما، يعني الريحه تبقى ما شاء الله مكتومه بتاعته. ريحه التسويه طبعا بيجي له فتره التسويه تلاقي ريحه طالعه منه شويه، لكن مش هتشم له اي ريحه خالص. وزي ما انتم شايفين القلب عامل ازاي، بجد بجد عامل زي الزبده معايا. عايزه اقول لكم انا مش رحمه نفسي كل شويه برضو اكل، المفروض ما اكلش دلوقتي لما احط خل بقى والتحبيشه بتاعته دي، بس بصراحه ربنا يعني انا مدمنه فسيخ. انضف برضو واحده تانية معاكم كده برضو. طبعا دي الاكله المفضله بقى يوم العيد. طبعا مش في كل البلاد، يعني احنا هنا في اسكندريه دايما الاكله الفسيخ والرنجه والسردين دي لازم اول يوم العيد. اما بقى احنا يعني انا اصلا من الارياف، بس كان انا قاعده دلوقتي في اسكندريه. كان زمان بقى نعمل بقى صينيه الرقاق والبط ورز المعمر والكلام ده كله. فقلنا طب ما احنا طول شهر رمضان بناكل الحاجات دي، فالمفروض بقى نعمل حاجه حادقه كده. إيه يعني نتبسط بيها في العيد. فبصراحه ربنا عملت بقى الفسيخ ده. بصراحه قضينا بيه اول يوم العيد، بصراحه طعمه تحفه. شايفين ما شاء الله عامل زي الزبده بالظبط. شايفين. خلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. كده خلصت الكميه بقى كلها، وقطعتها قطع صغيره كده بقى. وحطيت الفلفل زي ما انتوا شايفينه، وبرضه احط شويه خل وليمون، واظبط بقى الاكله كده. كده برضه رشيت ليمون، حط برضه شويه ليمون كتير وعصير الليمون. طبعا هتاكليه ده وانت مطمنه لان عمايل ايديكي. كده شايفين بسم الله ما شاء الله. هحط برضه شويه من الخل كده. يا سلام بقى مع البصل الاخضر، ويلا بقى اتفضلوا معانا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. انصحكم بجد بجد تجربوا الطريقه دي، طريقه سهله جدا، نفس الطريقه اللي انا بعملها بالظبط. انزل لكم في الرابط، بس حطيتها في علبه من غير ما الف في اكياس ولا استرتش ولا حاجه. حطيت الاسترتش بس في العلبه زي ما انتم شفتوها، بس كترت كميه الاسترتش على العلبه بحيث ما فيش هواء يدخل لها خالص. يلا بقى جربوها، ولو جربتوها قولوا رايكم في التعليقات تحت. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.